عسلامة. اليوم سنتحدث عن رواية رحمانة للكاتب التونسي حسنين بن عمو. اخترت الرواية هذه بمناسبة انطلاق تجربة الحركة الوطنية للقراءة تحت شعار تونس تقرأ، وكان أول لقاء مع الكاتب حسنين بن عمو ومناقشة روايته رحمانة. هذه الرواية التي تتحدث عن ضعف الدولة الحفصية في القرن 16 تبرز لنا الصراعات السياسية بين الأمراء، تظهر الغزو التركي والإسباني لتونس عبر مزج الواقع بالخيال، كما تعودنا في كتب وروايات حسنين بن عمو، مستخدمة شخصيات تاريخية وأخرى من نسج الخيال. بطلة الرواية رحمانة، الفتاة الجميلة بنت باب سويقة، تركت منزلها غصبا عن إرادتها لتصبح من جواري الحسن الحفصي، ومن هنا تبدأ مغامراتها داخل القصر. من خلالها نعيش انهيار الحكم الحفصي ودخول الإسبان وكيف احتلنا الأتراك. تجربة سردية قوية خذنا الكاتب إلى مرحلة حرجة في تاريخ تونس، كاشفا عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، عن القسوة والطغيان والخيانات. لم تكن رحمانة سوى تونس التي عانت من الاغتصاب والاحتلال. هي رواية لا تنسى، رواية قوية جدا، فقراءة ممتعة. وشكرا.